السلام عليكم، الاخبار عاملين ايه؟ جالي اسئله كتير جدا بتسال فيها انا مين، انا بعمل ايه، انا شغال ايه، انا اسمي ايه، انا ازاي هنا. فانا كنت رديت على الاسئله دي زمان على التيك توك وعلى الانستجرام، بس طبعا بما ان احنا كملنا على التيك توك حاليا مليون مشترك، وعلى الانستجرام قربنا نقفل 100,000، فانا قلت اعمل فيديو طويل اشرح فيه كل حاجه واحطه على اليوتيوب، فلو حد سال هقول له روح اتفرج عليه. انا اسمي عبد الرازق، بس حاليا هم بيقولوا لي يا زيكو هنا في الشغل. عندي 32 سنه، طبعا مصري من اسوان اصلا، من نوبه، بس اتولدت في القاهره وقاعد في السلام. درست حقوق عين شمس واخيرا اتخرجت 2021 تقريبا بعد الكورونا، صح كده 2021. وزي اي حد يعني كنت بحب العب كوره كتير، فلعبت كوره شويه وبعد كده وقفت كوره، وبعد كده بدات العب فري ستايل فوتبول وبريك دانس. وهنا كانت بدايه الحوار بالظبط من 10 سنين في 2014. في حد من زمايلي عرض عليا ان انا اشتغل انيميشن في السخنه، لان انا كنت بعمل بريك دانس وفري ستايل، فعجبتني الفكره جدا وما فكرتش كتير، فقلت يلا بينا. ده كان الحوار اللي فتح لي كل اللي انا فيه حاليا. فانا عايز اوصل سلام وتحيه لاخويا وحبيبي اسلام كوكو، يعني السلام يعني اطلس دائري يعني YMCMB. اشتغلت شويه حلوين في السخنه، وبعد كده طلعت على الغردقه قعدت فيها حوالي 5 سنين، وبعد كده رحت البهامس، جزر البهامس، كنت محظوظ ان انا اقعد فيها سنه ونص او سنتين. وانا هناك قدمت على الشغل بتاع المراكب او السفن اللي انا حاليا فيه، بس طبعا الكورونا جت وقفت الدنيا كلها، فالموضوع اتاجل شويه، فاضطريت اطلع دبي حوالي 6 شهور، بالتحديد في راس الخيمه. اشتغلت هناك حوالي 6 شهور، وانا هناك خلصت ورقي كله وقدمت وربنا كرمني وطلعت على شغل السفن في تقريبا اكبر شركه في العالم اللي هي رويال كاريبيان. وعشان الناس اللي بتسال، الرحلات عامه بتبقى رحله عاديه كانك في اتوبيس، موقف اتوبيس، بتركب من السلام بتروح رمسيس، فبتعدي على كذا منطقه وبترجع السلام تاني. نفس الكلام مع الكروز شيب او السفن، بتطلع مثلا من ميامي بتروح كذا مكان، مثلا بهامس مش عارف ايه، وبترجع ميامي تاني ونغير الجاز. اما الرحله اللي انا عليها حاليا دي حاجه يعني فريده جدا، لانهم مش بيعملوها على طول، دي تقريبا اول مره يطلعوها، اللي هي رحله حول العالم. الرحله كانت بدات شهر 12 اللي فات، وباذن الله هتخلص شهر 9 لما نرجع ميامي تاني. وانا كنت واحد محظوظ من ضمن 4 اختاروهم عشان يبقى في نفس الوظيفه بتاعتنا اللي هي ليها علاقه بالترفيه. فعشان الاسئله بتيجي كتير على ازاي اطلع رحله زي اللي انت فيها دي مش رحله بتطلع كل مره، هي بتحصل كل فين وفين. فانا كنت زي ما قلت لكم محظوظ ان انا اكون هنا. والناس اللي بتسال ازاي تقدم عامه على شغل السفن وكده، انا كنت عملت فيديو على اليوتيوب شرحت فيه كل حاجه، هسيب لكم اللينك بتاعه في الوصف بتاع الفيديو دوت. يا ريت ما حدش يتريق على الطريقه اللي بتكلم بيها، انا اصلا لساني تقيل، انا بتكلم لغات كتير، فانا بتهته كتير، فما مش محتاجين حوارات. ماشي، بس السلام عليكم.